هذا السي سعيد سائق بحالك كيستعد باش ينطلق بالسيارة ديالو، ولكن قبل خليونا نتأكدوا من أنه ربط حزام السلامة بشكل صحيح. ما خاص نوضعوا الجزء السفلي من حزام السلامة على البطن، لأنه منطقة مرنة أو رخوة من الجسم تتموضع فيها الأعضاء الحيوية، لذلك لازم نوضعوه بحيث أنه يكون شاد على عظام الحوض اللي عندها قدرة تحمل الضغط الكبير في حالة الاصطدام. أما الجزء العلوي من حزام السلامة فما خاص يكون مشدود على أسفل العنق، وإنما خاص يتوضع على مستوى الكتف. وفي بعض المركبات من الممكن تعديل ارتفاع حزام السلامة باش يكون موضوع في وسط الكتف، الشيء اللي نقدروا نديروه باستعمال واحد الزر اللي كيتحكم في العلو ديال حزام السلامة. رد البال، ارتداء طبقة سميكة من الملابس يقدر يؤدي إلى انتقال الجزء السفلي لحزام السلامة نحو البطن، الشيء اللي يقدر يؤدي لا قدر الله في حالة الاصطدام إلى حدوث نزيف أو جروح داخلية بالغة. زيد على ذلك أن حزام السلامة إذا ما كانش موضوع بشكل صحيح في منتصف الكتف أو خارج عليه يقدر يسبب خروجك باندفاع من المقعد وبالتالي التعرض لعدة صدمات. بالنسبة لمسند الرأس فلازم يكون الارتفاع ديالو مضبوط على نفس ارتفاع قمة الرأس. قواعد السلامة اللي كتطبق على السائق كتسري على الركاب كذلك، لهذا فربط حزام السلامة بالطريقة الصحيحة إجباري داخل المجال الحضري بالنسبة للسائق والراكب اللي في المقعد الأمامي، وإجباري على جميع الركاب خارج المجال الحضري. تذكر شنو قلنا في الفيديو السابق، راكب في المقعد الخلفي ما استعملش حزام السلامة كيتحول لقذيفة مميتة يمكن تسبب جرح أو قتل الراكب الأمامي. كل مقعد مجهز بحزام واحد ما يمكن يجلس فيه إلا شخص واحد. ودابا نشوفوا وضعية المقعد اللي جالس فيه السي سعيد. المقعد ديالو مايل بزاوية أكبر من 110 درجة. هاد الوضعية محببة عند الشباب، ولكن اللي ما كيعرفش السي سعيد هو أنه في حالة اصطدام إذا كان المقعد مائل بزاوية أكبر من 110 درجة فإنه من الممكن مع قوة الصدمة ينزلق أسفل الحزام ويخرج من المقعد وبذلك يصطدم بالتجهيزات الداخلية للسيارة وكذلك بأحد الركاب. وإذا بغى السي سعيد يركب معاه طفل في السيارة ديالو، في نظرك كيفاش خصو يتصرف؟ إذا كان عمر الطفل أقل من 10 سنوات فخاصو إجباريا يجلس في المقاعد الخلفية للمركبة. عدم احترام هذه القاعدة كتعتبر مخالفة من الدرجة الثانية حسب المدونة، وكيعاقب عليها القانون بغرامة كتوصل ل 500 درهم مع خصم نقطة واحدة من رصيد رخصة السياقة. ربط الطفل مباشرة بحزام السلامة ما غيحميش في حالة الاصطدام، لذلك ننصح بوضعه في كرسي مخصص للأطفال كيلائم الوزن والسن والمورفولوجيا ديالو. كاينه 5 ديال الفئات ديال الكراسي المخصصة للأطفال. 1. الفئة 0 من الولادة إلى 10 كيلوغرام. 2. الفئة 0 بلس من الولادة إلى 13 كيلوغرام. 3. الفئة 1 من 9 إلى 18 كيلوغرام. 4. الفئة 2 من 15 إلى 25 كيلوغرام. 5. الفئة 3 من 22 إلى 36 كيلوغرام. بالنسبة لكراسي الرضع من الفئتين 0 و 0 بلس خاص تركب بحيث يكون ظهر الطفل مقابل مع الطريق، لأنه في هذا العمر كيكون رأس الرضيع ثقيل وعضلات العنق باقي ما ماتش بشكل كافي باش تكون عندها القدرة على دعم الجزء العلوي من الجسم عند التعرض لصدمة ما. أما باقي الفئات فيمكن وضعها بحيث يكون وجه الطفل مقابل مع الطريق. عدم تثبيت الكراسي بالطريقة الصحيحة يعني تعريض الطفل للخطر، لذلك لابد من الاطلاع على دليل استعمال الكراسي الخاصة بالأطفال المعد من طرف المصنع واتباع تعليمات التثبيت اللي جات فيه بدقة. بحزام السلامة مربوط بشكل صحيح، الجزء السفلي مرتكز على عظام الحوض والجزء العلوي على وسط الكتف، زاوية المقعد كتقل على 110 درجة، الطفل مربوط بشكل صحيح في الكرسي الخاص المثبت على المقعد الخلفي للسيارة. دابا يمكن لسعيد ينطلق بكل أمان.